سلام زهرة السامعي. اليوم رايحة نبدأ معاكم سلسلة دروس في الحياة. أول درس لنهار اليوم هو النجاح في الحياة الجنسية أو الحياة الجنسية بين الزوجين. يعني أنا اليوم جيت نهدركم على الواقع كما راهو، ما راني رايحة نزيد، ما راني رايحة نقص، ونجيبها لكم من الآخر يا زهرة السامعي. اللي تنجح في العلاقة الزوجية مع رجلها تنجح في الزواج تاعها، والعكس. نزيد لكم التالية: النجاح في الحياة الجنسية هو الأساس، هو نمبر 1. يعني إذا كان تفاهم وكان الارتياح الجنسي بين الزوجين، الزواج رايح يروح بعيد. وإلا ما كانش التفاهم والارتياح الجنسي بين الزوجين، الزواج ما راهوش رايح يروح بعيد. نبدأ لكم الدرس تاع اليوم إن شاء الله، ولا الحلقة تاع اليوم بالأخطاء. يعني نتكلموا عن الأخطاء التي ترتكبها الزوجة. أنا بصفتي زوجة أتحدث عن الأخطاء التي ترتكبها الزوجة، ماشي من باب أنه الزوج ما يرتكبش الأخطاء، يعني باش نفهموها. أنا كزوجة نتحدث عن الأخطاء التي ترتكبها أي زوجة، وأنا واحدة منهم. الخطأ رقم 1: المعاقبة بالامتناع في حالة الغضب والمشاكل. يعني معظم الزوجات حتى وتكون قارية وتكون متثقفة وتكون كي تزعف مع راجلها ولا يكونوا مشاكل ولا يغلط معاها، أول حاجة تعاقبوا بها هي الامتناع عن الحياة، تغلق له كامل الحياة الجنسية. وهذا خطأ كبير 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 بزاف. علاش؟ لأنه طبيعة الرجل اصلا الرجل يعبر عن الحب والمشاعر تاعو بالجماع. هذه رقم 1، لازم ديروها مليح في بالكم. مش راح يقول لك نحبك ويجيب لك الورد ويجيب لك هذا نشريته، ماشي هو اللي شراها، باش نتفاهموا. يعني الزوج يعبر عن الحب والمشاعر تاعو بالجماع. كذلك الزوج كي يجي صالح، كي يكون مشكل، الا شاف روحه هو اللي خطا، حتى يعني ومش شاف باللي ما خطاش. كاين بعض الازواج يعني يتنازلوا ويغمضوا عينيهم، يشوف باللي الحاله راهي صاببه كامل، هو يبادر. كيف يبادر؟ مش راح يجيبك على الطابله ويقول لك وحين نهضروا ويقول لك سمحي لي ولا لا. يعني معظم الازواج يديروا الصلح بالجماع. يعني هو يبادر، هو يدير الخطوه الاولى. وحذاري سيدتي تصدينه، لانك هنا راك رايحه ترتكبي خطا كبير 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 بزاف. الخطا هذا الى امتنعتي والى صديتيه والى يعني تعاملتي معه بخشونه، راك رايحه تجرحيه في الكرامه تاعو بطريقه كبيره بزاف. يقدر انه يروح لبرا ولا يصاحب النساء. يعني ردة الفعل تاعو راك رايحه ما تتصوريهاش. حذاري سيداتي، مليحه كما نقولوا حنا لا سوبلاس. يعني مليح لا سوبلاس، مليح الليونه مليحه بزاف وضروريه بزاف في التعامل مع الزوج. ما لازمش كل حاجه نشدوها والله غير هكذا والله ما نولي والله هكذا لا خطا. إذا الخطأ الثاني: انتظار الزوج وعدم المبادرة. من الخطأ يا الزهرة تاعي تقعدي برك تستناي رجلك هو اللي يطلبك للفراش ولا للجماع، وكما يطلبكش هو تفرحي وتقولي اوف تهنيت ورحمة ربي ما حابش ما حوش يا خلينا. خطأ 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 خطأ. علاش؟ لانه الزوج يبدا يلاحظ باللي انت ما راكيش تبادري، يبدا يلاحظ باللي انت ما راكيش تطلبي، يبدا يلاحظ باللي الا ما حوسش هو انت ما تحوسيش. وهذه حاجه تصيبه بالفتور. يكره كما نقولوا حنا باللونغاج تاعنا، يكره ويتقلق ويولي يقول في نفسه تسمى انا لو كان ما نطلبهاش هي ما تطلبش. خطأ. إذا ضروري جدا تبادري حتى انت تطلبي الزوج تاعك للفراش للجماع بطريقة تاع الأنوثة، بطريقة الأنوثة. يعني مش راح تجيبيها له كما يجيبها لك هو، بطريقة غير مباشرة تبيني له باللي اليوم يا سي محمد أرواح أنا نطلبك ماشي انت تطلبني. مفهوم؟ حبيت نقول لكم هذه النقطة مهمة جدا، تزيد في السعادة الجنسية بين الزوجين، تزيد في الحب وتزيد في الرغبة والاستمرارية. إذا لازم تطلبي زوجك للجماع. رقم 3: عدم إعطاء الوقت والأهمية. يعني الخطأ هذا يرتكبه معظم الزوجات خاصة بعد الولادة. تقول لك أنا ما عنديش الوقت وراني نربي والطفل ما يرقدش في الليل والحمى، وخاصة إذا كانت تخدم تقول لك أنا الخدمة الجيه والشغل تاع الدار والولاد. بصح يا سيداتي ما راكيش تلاحظي بلي انت راكي ديري شغل تاع الدار وراكي تخدمي في برا وراكي تربي ولادك وراكي تقريهم وراكي طيبي راكي ديري كلش،
الى الجماع. ما كيش تلاحظي كي تلحق تسمى راجل تقولي عييت وما نقدرش وتشنفي وتخبطي لا لا، خطا كبير 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 كبير. لازم تعرفي يا حبيبتي بلي انتي اللي راكي مسؤوله على تحصين الزوج تاعك، خاصه في هذا الوقت اللي انا عايشين فيه تاع الفتن وتاع التعري وتاع التبرج. يعني كيما راكي تمدي الوقت لولادك باش تقريهم، كيما راكي تمدي الوقت للخدمه تاعك في برا، كيما راكي تمدي الوقت للشغل تاع الدار والحيوط الشعل والطياب، لازم تمدي الوقت للحياه الجنسيه بين مع الزوج تاعك. ماشي كي يلحق الليل تطلقي روحك ترقدي لي كي قدور ولا كي هذاك المص وهذاك اللي يخدم الشنطي اني عييت اني ما نقدرش، وتسمى الزوج تاعك يزعف عليك تروح تقولي له نتايا ما راكش تشوف الدار كيفاش راهي تشعل، ما راكش تشوف ولادك راهم لابسين، ما راكش تشوف الماكله راهي طيب، ما راكش تشوف الحوايج. ما يشوفش صدقيني. الزوج تاعك الى اهملتيه من ناحيه الحياه الجنسيه، من ناحيه الجماع، يولي ما يشوفش. يعني نجيبها لك من الاخر، والله ما يشوف لا في النقع، لا في الطياب اللي طيبتي، لا في ما يشوفش من الاخر. اذا لازم تعطي الوقت للزوج تاعك، لازم تعطي الوقت للحياه الجنسيه. رقم 4 الجري وراء الاولاد والعمل وكثره الشكاوي واظهار التعب في كل مره. لازم تعرفي يا الزهره تاعي بلي الزوج ما يحبش المراه اللي تشتكي بزاف، الزوج ما يحبش المراه اللي تبدا تقول له اني عييت، سيرتو كي تلحق 8 تاع الليل الفوق، اني عييت اني حابه نرقد ايس نقدرش نحط روحي، يا يما شحال عييتي اليوم، دراري الخدمه التعب العيا. وانت على بالك بلي زوج تاعك راهو عنده رغبه وتروحي تحطمي له هذيك الرغبه تاعو بكثره الشكاوي، ومن بعد تلقاي بعض السيدات تقول لك انا الزوج تاعي عنده 3 شهور ما طلبنيش للجماع، انا الزوج تاعي عنده 4 شهور، انا الزوج تاعي كيفاش يطلبك الجماع وانت راكي قتلتي له هذيك الرغبه تاعو بدون شعور، يعني ماشي بطريقه عمديه، بصح راكي قتلتي له هذيك الرغبه تاعو. كيفاش راكي حابه يحوس على باله لو كان يحوس راكي عيانه، خليني نرقد، خليني نريح، غدوه صباح نوض بكري، غدوه عندي اختبارات، غدوه هكذا. يا عزيزتي كل حاجه اعطي لها وقتها. وانت على تنوضي تسيقي لي على الوحده تاع الصباح والزوج تاع الصباح تقلقي في الجيران وتتمرضي فيه، يا سيدي ما تسيقيش وراه المشكل. هذاك الوقت اللي رحتي ضيعتيه في التسياق روحي دوشي لي، روحي عند راجلك. ها وش وعلاش تروحي تسيقي على الزوج تاع الصباح ولا ما سيقتيش؟ واش حيصرى؟ لازم تسيقي لي كل يوم. واش حيصرى الا ما سيقتيش؟ علاش ما تمدوش هذا؟ انا ماذا بيا هذاك الوقت كاين بعض الزوجات اللي يعطوا وقت كبير للشغل تاع الدار. مانيش نقول لكم خلوا الدار مسخه ولا مي هذاك الزوج عزيزتي اما حين يطيروا لك به الزوج هذاك، اما حين يدوه لك ومن بعد تبداي تبكي على ظهرك وتندبي على سعدك. لازم تعطي الوقت للجماع والحياة الجنسية مع الزوج تاعك كيما راكي تمدي الوقت لولادك، كيما راكي تحس به واحد مولادك. فهمتيني؟ سمحوا لي نشرب شويه ما ونكملوا. اذا الزوج تاعك احس به واحد مولادك، ما ديريش غير تجيب لي كوش وتجيب الحليب وشري وقضي ودي لا بوبال ودي هذه ومن بعد جيت تندبي على راسي تقولي لي خدعني ولا خلاني ولا ماشي يحوس عليا ولا برد من جهتي. شيء طبيعي انه يبرد من جهتك. اذا هذه الاخطاء اللي ترتكبها معظم الزوجات وانا واحده منكم عاد نرتكب هذه الاخطاء. مصح نعاود نتدارك الموقف. عندي بعض النصائح ماذا بيا نقدمها لكم. اذا ضروري جدا المراه تبادر وتطلب الجماع من زوجها، ضروري جدا. يعني الزوج يفرح بزاف كي دير المرأة هذا الخطوة. نصيحة ثانية إظهار الرغبة. لازم تبيني له ذيك الرغبة للزوج تاعك، بينيها له بأي طريقة تعرفيها، بطريقة اللي تعرفيها انتي وبطريقة اللي كما نقولوا احنا التي تتقنينها. لازم تكون لازم الزوج يحس بلي كاينه رغبة، ماشي يحس روحه بلي راهو مع بلونشا ولا مع حيط ولا مع. لازم يكون تفاعل، لازم تبيني له هذيك الرغبه بالطريقه اللي تعرفيها انت. التنويع في اللباس والعطر لازم سيداتي، لازم ضروري جدا
دوك بون تقولوا لي ما كاش دراهم وكل حاجه غاليه، ما رانيش معاكم، مانيش داكور معاكم. على بالي كل حاجه غاليه، بصح ماشي ضروري تروحي تشري لي الريحه تاع مليون، ماشي ضروري تروحي تشري لي نويزات تاع مليون، ماشي ضروري تروحي تخسري لي 5 ملايين كل يوم. هذا خطا كبير. الازواج الجزائريون يحبوا البساطه. اصلا ماهوش راح يسقسيك شحال شريتي لي هذه ولا شريتي لي هذه، المهم النقاء، المهم النظافه الجسديه ولو بابسط الاشياء. كاين حوايج رخاص وشابين وروايح رخاص وشابين، كاين ما تكذبوش، او على بالنا كامل واش كاين في المارشي. كاين اللباس تاع الليل رخيص وشباب. الزوج تاعك مش راح يشوف لا كاليتي ولا يشوف لا مارك يقول لك هذه تاع لامبورطاسيون ولا تاع اللوكال. هذه حنا النساء عندنا هذا الديفو هذا، حنايا اللي نقعدوا نتوسوسوا هذه تاع لامبورطاسيون. هذه يا ودي ما يهمش لامبورطاسيون، ما يهمش ريحه تاع مليون، المهم تكون عندك الرغبه، يكون عندك الرغبه ويكون عندك الاقبال. ضروري جدا هذه تاع الاقبال. مش تروحي تجي ترقدي لي في الليل تلبسي لي سيرفيتمون تقول عندك ماتش في الليل. خطا سيداتي، خطا خطا خطا. كاين حوايج رخاص شابين كما قلت لكم. اذا التنويع في اللباس والعطر، الشمبره تاعك تكون نقيه، الفراش يكون نقي، المخايد يكونوا كعما مفحفحين بالريحه، انت تكوني كامل مفحفحه بالريحه. هذاك هو الاساس ولو بابسط الاشياء. الحاجه طروازيام بالكي من الشونطاج سيداتي، خطا كبير ديري الشونطاج لراجلك بالجنس او بالجماع. ما جبتليش هذه اذا ما تمسنيش، ما تدينيش لهنا اذا هكذا. الشونطاج على الجماع كارثه كبرى عظمى، كارثه كبرى عظمى. اذا اختيك سيداتي مش شونطاج. رقم 4 لازم تعرفي الحلال من الحرام في الحياة الجنسية مع الزوج تاعك. لازم تعرفي الحلال من الحرام. يعني أنا ما رانيش مختصة في هذه العلوم ولا راني مختصة في علوم الدين، لكن من خلال تصفحي لآراء وفتاوى العلماء كاين 3 محرمات ضروري جدا تعرفيهم في الحياة الجنسية مع الزوج. المحرم رقم 1 هي العلاقة من الدبر. هذه ما فيها لا لف ولا دوران، هذه حرام حرام قطعا، ما فيهاش آراء العلماء هكذا ولا هكذا، هذه حرام قطعا. في فترة الحيض كذلك حرام قطعا، يعني ما فيهاش. كاين علماء قالوا هكذا ولا علماء قالوا هكذا. يعني هذه النقطتين، العلاقة من الدبر وفي فترة الحيض، أجمع العلماء على تحريمها تحريما قطعيا، ما فيهاش هدرة. كاين رقم 3 ابتلاع المني باعتباره نجاسة، أو ما يسمونه الآن بالجنس الفموي، يعني ابتلاع المني باعتباره نجاسة. هنا تلقاو آراء مختلفة. تفضلوا ادخلوا الانترنت وشوفوا الاجتهاد تاع العلماء، لكن أجمع معظم العلماء على أنه ابتلاع المني باعتباره نجاسة يعتبر حرام قطعا. إذا سيدتي ضروري جدا تعرفي هذه الأمور. نتمنى يكون فادك تكون فاد الدرس تاع اليوم ولا سلسلة دروس في الحياة. هذا هو الدرس رقم 1. إن شاء الله يكون فادك هذا الدرس. اللي عندها مشاكل ولا انتقادات ولا آراء تخليها لي في التعليقات. ان شاء الله يكون نقد بناء. اي حاجه ما عجبتكمش ولا اي اللي عندها مشكل في هذا الميدان هذا تاع الحياه الجنسيه تخليه لنا في التعليقات، ان شاء الله راني رايحه نجاوبكم عليه. واش نقول لكم الزهره التمعي، نتمنى لكم حياه زوجيه سعيده. سلام حبيباتي.